ولهذا حظ الله عز وجل التفكر في السماوات والأرض في الأنفس والآيات الله في الأنفس والآفاق، والتذكر لنعم الله عز وجل، وكم أنجاك الله من هلكة، وكم لطف الله بك عند مصيبة، وكم جدد الله عليك من نعمة، وكم سترك من فضيحة، وكم أعانك على خير، وكم أعطاك من الفضل، وكم وكم وكم. اجلس مع نفسك ساعة تؤمن، تتذكر وتتفكر. ولهذا وصف الله عز وجل أولي الألباب أنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ثم يدعون الله ويتضرعون. وصف عباد الرحمن بأنهم يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يبيتون ربهم سجدا وقياما إلى غير ذلك. ووصفهم بأنهم أولو الألباب، والذي لا يجلس مع نفسه غافل، والغفلة إذا استحكمت قسى القلب، وهذا هو الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. وبعد سنوات قلائل من الإسلام استبطأ الله قلوب المؤمنين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير من فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني يحيي القلوب كذلك بعد موتها. وهكذا ينبغي الإنسان يتفكر. اذكر رقابة الله عليك، فالله يراك حين تقوم آخر الليل، ويراك بين الناس ومع من أنت من الناس، وفي أي فعل تسويه يرضاه الله منك ولا ما يرضاه، والله قادر عليك وجنوده محيطة بك وأمره نافذ فيك. إذا أراد أمرا فإنما يقول لك كن فيكون، وإن شكرت رضي عنك وزادك، وإن كفرت أمهلك لعلك تستعتب وتتوب، وإلا أخذك أخذ عزيز مقتدر.